السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نكملوا ان شاء الله اليوم التصحيح ديال التمارين اللي ديجا حطيناهم واللي كنا ديجا بدينا فيهم. صححنا ليكزيرسيس الاول وصححنا ليكزيرسيس الثاني، كل كا بوحديتها وكل كا الطريقه باش كنخدموها. واخا المعادلات راه كيتشاركوا في نفس الحاجه، دائما كيخصنا المجاهيل نحطوهم في جهه والمعالم نحطوهم في جهه، ونغيروا الاشاره كلما بدلنا البلاصه ديال العدد ولا ديال المجهول طرف اخر. ياكو دابا غادي نشوفوا اكزرسيس مختلف، بقالنا ليكزرسيس 3 و4. الا جيتو تلاحظوا هنايا كتشوفوا بلي هاد ليكزرسيس هادي ما عندناش مثلا غير مجهول واحد، لا، عندنا مجهول واحد، المجهول كاين في الطرف الاول ومجهول واحد اخر كاين في الطرف الثاني. عاوتاني نفس الحاجه هنا، المجهول كاين في الطرف الاول وكاين في الطرف الثاني، هنايا كاين في الطرف الاول وكاين في الطرف الثاني. دونك كيفاش غادي نتريطيو هاد الكا هادي؟ غادي نجيو نصححو دابا. قلنا القاعدة الأولى اللي قلنا شنو هي؟ أنه دائما المجاهيل في جهة والأعداد في جهة. غادي نجيو نشوفو المعادلة ديالنا شنو فيها. كاين هنايا مجهول، كاين هنايا مجهول، كاين هنا معلوم، كاين هنا معلوم. شنو قلنا؟ حنا قلنا بلي طرف، واحد الطرف خاص يكون فيه مجاهيل وواحد الطرف الآخر خاص يكون فيه المعالم. نورمالمون في هذه الحالة 3 إكس مع 2 إكس خاصهم يكونوا في نفس البلاصة، و10 مع 5 حتى هما يكونوا في نفس البلاصة. دونك غادي نخليو هنايا 3 إكس بوحديتها، ياكو. غنجيب عندها 2 إكس. 2 إكس هنا شنو عندها زائد. دونك انا الا جبتها عند حدا 3 إكس غادي نبدل ليها الإشارة. شنو غادي تولي؟ غادي تولي ناقص 2 إكس. شنو غندير تساوي 10. راها كانت ديجا في الطرف الاخر، دونك ما غاديش نبدل ليها البلاصه، ياكو. غنخلي 10 هنايا. 5 كانت في الطرف الاول، دابا انا غنديها ل11، غنديها للطرف الثاني. هنا عندها زائد، هنا ملي غتمشي للطرف الثاني غتولي عندها ناقص. كنغيروا الاشاره. ممكن نتلفوا هنايا، ولكن شوفوا 3 اكس دابا بحال هاد 3 اكس راني خليتها بلاصتها، و10 حتى هي خليتها في بلاصتها. 5 و 2 اكس هما اللي بدلت ليهم البلاصه. 5 ديتها في بلاصه ديال 2 اكس، و 2 اكس جبتها في البلاصه ديال 5 مع تغيير الاشاره. دونك سامبل. نتوما هاد جوج قواعد هادو الا قديتوا انكم تفهموهم وتعرفوا تطبقوهم، راكم غادي تحلوا المعادلات بطريقه سهله، ما غاديش نهائيا تعصبكم. دونك 3 اكس ناقص 2 اكس شحال تساوي؟ كتساوي إكس. غتقولوا لي كيفاش 3 إكس ناقص 2 إكس؟ شوفوا بحال غنقولوا عندي 3 ديال التفاحات، غادي نقصوا منها 2 ديال التفاحات، شحال بقات لينا؟ تفاحة وحدة. حتى هذه إكس اعتبروه هي التفاحة. هنا كنقولوا ليه إكس، ولكن حنا نعتبروه تفاحة. 3 إكس 3 تفاحات ناقص 2 إكس ناقص 2 تفاحات، دونك شحال كتبقى؟ تفاحة وحدة. شحال بقات لينا؟ إكس واحد. 10 هنا ناقص 5 شحال تساوي؟ تساوي 5. دونك احنا حلينا المعادله ديالنا بطريقه سهله بتطبيق نفس القاعدتين اللي ديجا شفناهم. دابا غادي نجيو نشوفوا المعادله الثانيه. المعادله الثانيه عندنا 4 اكس ناقص 7 كتساوي اكس زائد 2. نفس الحاله هنايا غادي نجمع المجاهيل في جهه والاعداد في جهه. 4 اكس غادي نخليها بلاصتها، غنجيب عندها اكس. اكس غتبدل البلاصه مع 7. اكس هنا عندها شنو؟ عندها الزائد، واخا ما كيبانش، ولكن بغياب ناقص راه كيعني بلي عندي زائد. هنا تقول لي ولا راه ما عندها والو، ديك ما عندها والو كتعني زائد. ناقص اكس تساوي 2 تبقى بلاصتها. 7 كانت عندها ناقص غتمشي للطرف الاخر تولي زائد 7. 4 اكس ناقص اكس شحال تساوي؟ 3 اكس. 7 زائد 2 شحال تساوي؟ 9. دابا إكس شحال تساوي؟ كتساوي 9 على 3. إلا لاحظتوا هنا 3 راها مضروبة في إكس. الضرب فاش مشي داك العدد للطرف الآخر غادي يولي مقسوم، غيولي في المقام. هنا كان في البسط، هنا يولي في المقام. يمشي للطرف الآخر يولي في المقام. عقلوا على هاد القاعدة. دونك إكس شحال تساوي؟ كتساوي 3. شنو عندنا هنايا؟ عندي 6 إكس كتساوي 3 إكس زائد 9. 6 إكس غادي تبقى بلاصتها، غنجيب عندها 3 إكس،
غتولي ناقص 3 إكس، حيت هنا راه عندها زائد. قلنا أنه فاش تشوفوا العدد ولا المجهول ما عنده حتى شي إشارة كتعني بلي راه عنده زائد. 9 غتبقى بلاصتها ها هي، فهمتوني؟ دونك 6 نقصو منها 3 شحال؟ هي 3 إكس تساوي 9. الوغ إكس كتساوي لينا 9 على 3، دونك إكس كتساوي 3. الوغ دابا غادي ندوزو للتمرين الرابع. كي داير هاد التمرين الرابع؟ نتوما شوفوا التمرين الرابع فيه اقواس. غتقولوا لي واش كاين شي معادله فيها الاقواس؟ ممكن المعادلات يكونوا فيهم اقواس، يكونوا على شكل اقواس. كيفاش في هاد الحاله غادي نحلوهم؟ حنا غادي نشوفوا. الحاله الاولى عندي 2 مضروبه في اكس زائد 3 كتساوي 14. خصكم تعرفوا بانه دائما في الحساب في الرياضيات شنو كنسبقوا؟ واش كنسبقوا مثلا عندي انا واحد العمليه مجموع فيها الزائد، عمليه الطرح، ومجموع فيها عمليه الناقص، ومجموع فيها الضرب والقسمه. شنو هما العمليات اللي غادي نبدا بهم، اللي غنعطيهم الاولويه؟ شنو هما الضرب والقسمه. دائما خصني نسبق الضرب والقسمه في واحد العمليه اللي طويله، عاد ندوز ندير الطرح والجمع. فهمتوني؟ هذه قاعده. غنعطيكم واحد المثال في الاخير باش تفهموا. دابا هنا شنو غندير؟ واش غادي ندير النشر 2 في اكس زائد 2 في 3 كتساوي 14، ولا غنشد هاد 14 نقسمها على واش غندير؟ دونك راه تقدروا ديروا جوج الحالات. ندير انا الحاله السامبل. شنو غنضرب 2 في اكس زائد 2 في 3 كتساوي 14. هادشي ديال النشر راكم ديجا قريتوه ياكو. هنا 2 في اكس شحال تساوي؟ 2 اكس. 2 في 3 6 كتساوي 14. الوغ ها حنا ولينا في العمليه العاديه اللي كنعرفوهم. ها هي فيها مجهول وفيها معالم. دونك 2 اكس تبقى بلاصتها 14. 6 غنديها للطرف اخر تولي ناقص 6. دونك 2 اكس كتساوي 14 نقصوا منها 6 تساوي 8. دونك اكس شحال كتساوي؟ 8 مقسومه على 2. صافي. هذه نفسها غادي نقدر نخرجها بطريقه واحده اخرى. شوفوا معايا بلاتي بحال هكا. 2 اكس زائد 3 كتساوي 14. دابا انا المره الاولى شنو درت؟ ضربت 2 في هاد داكشي اللي عندنا داخل الاقواس، ولكن نقدر نخلي انا داكشي اللي داخل الاقواس هكا وندير 14 مقسومه على 2. هاد 2 هذه اللي عندي مضروبه في هادشي كامل نقدر نردها في المقام في الطرف الاخر. واش عندي الحق؟ عندي الحق. هاد 2 راه مضروبه في هاد القوس كامل، يعني الا ديتها للطرف الاخر عندي الحق انني نردها في المقام. فهمتوني؟ اكس زائد 3 14 على 2 شحال كتساوي؟ 7. اكس كتساوي 7 ناقص 3. اكس تساوي 4. ها هي فين هي؟ شوف هنايا اكس نورمالمون خصني ندير 4. ها هي خرجت لينا نفس الحاجه. ها هي اكس تساوي 4. اكس تساوي 4. فهمتوني؟ يعني نقدر نحلها بجوج طريقات. دابا العمليه الثانيه نفس الحاله. حنا نديرو سيدي النشر هكا باش ما تدوخوش. 5 في اكس ناقص 2 في 5 كتساوي 15. دابا عادي 5 اكس ناقص 10 كتساوي 15. دونك 5 اكس كتساوي ناقص 10 نديها للطرف الاخر 15 زائد 10. الوغ 15 زائد 10 هي 5 اكس تساوي 25 ياكو. دونك اكس كتساوي 25 على 5. اكس شحال تساوي؟ 5. ها حنا شتي الطريقه كيفاش كنحلو داكشي العمل المعادلات اللي كيكونوا فيهم الاقواس بهذه الطريقه هذه. الو بقات ليا ديال المعادلات غنكملوا عاوتاني بنفس الطريقه. هادشي غندير 3 في 2 اكس زائد 3 في 1 كتساوي 21. هنا 3 في 2 شحال؟ 6 اكس زائد 3 في 1 3 كتساوي 21 ياكو. 6 اكس كتساوي 21 ناقص 3. الوغ 6 اكس كتساوي 18. اكس
كتساوي 18 على 6، حيت هادي شنو قلنا نعاود 6 راها مضروبة في إكس. إلا بغيت تخلّص من واحد الضرب اللي مضروب في إكس، واحد العدد اللي مضروب في إكس، غتديه للطرف الآخر وغادي تردّو في المقام، غتردّو لتحت. دونك إكس تساوي 3. هادي سامبل، هادي كيفاش غادي نديرو ليها؟ ممكن ندير لها الحالة الأولى، ها هي ديال أنه إكس ناقص 5 كتساوي 0 على 4. 0 على 4 أي عدد غتقسمو الزيرو تقسمو على أي عدد يعطيك 0. فهمتوا؟ دونك إكس ناقص 5 كتساوي 0. ألوغ إكس كتساوي 5. فوالا فوالا هكا نكونوا سالينا هاد لي كا هادو ديال المعادلات. ما عرفت واش نجي نزيد شي سلسله واحده اخرى ديال التمارين. قولوا لي نتوما الا كنتو بغيتو هكا تمارين اكثر باش تقدروا تفهموا اكثر ويترسخوا عندكم، ترسخ عندكم الطريقه كيفاش زعما تحلوا المعادلات. ولا غادي ندوز للتذكير بشي درس عاوتاني واحد اخر بحال التعميل النشر. كنشوف بزاف ديال التلاميذ باقي عندهم مشكل، وكنظن حتى الاشارات بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا في الاشارات. بحال 5 ناقص 1 راه كتجيه سهله، ولكن الا قلتي له 5 ناقص 5 زائد 1 كتجي في شكل، حيت هو مولف العدد الكبير كينقص منه عدد صغير، ولكن ملي كتعطيه عدد اللي صغير تنقص منه عدد كبير كتجي في شي شكل. دونك نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله، وباي باي.